في مدن في العالم الناس فيها بتعيش يومها وهي مش عارفة هترجع بيتها ولا لأ. مفيش كهرباء تكفي، مفيش دواء في المستشفيات، والحرب ممكن تيجي لحد شارعك في أي لحظة. و4 مدن من دول موجودة في أفريقيا، والكلام ده مش مننا، ده تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit EIU التابعة لمجموعة الإيكونومست ذا إيكونومست البريطانية، وده تحت اسم مؤشر ملائمة العيش العالمي لعام 2026 Global Livability Index. المؤشر ده بيتعمل سنوياً، اتعمل المسح بتاعه في مايو 2026 ونزل مطلع يوليو الجاري، وبيقيم 173 مدينة حول العالم على 30 معيار مقسمة على 5 فئات: الاستقرار، الرعاية الصحية، الثقافة والبيئة، التعليم والبنية التحتية. أهلا بيكم في قناة ما وراء القصة. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وتقول لنا انت متابعنا من انهي بلد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. أول مدينة معانا في القائمة طرابلس، عاصمة ليبيا. مدينة على البحر فيها تاريخ عمره آلاف السنين، بس الناس اللي عايشة فيها دلوقتي مش بتفكر في التاريخ، بتفكر في حاجة واحدة بس: ازاي تعدي يومها بسلام. سنين من الحرب الأهلية خلت المدينة دي من كل مدن العالم تحتل مركز يقرب يكون الأسوأ خالص. المدينة التانية لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا وواحدة من أكبر مدن أفريقيا كلها، فيها ملايين الناس، اقتصادها كبير، فيها بنايات وشركات ضخمة، بس تحت السطح ده ناس بتتزنق في الشوارع من الزحمة، بيوت مش كفاية للسكان، ومستشفيات مش قادرة تستحمل العدد. المدينة الثالثة الجزائر، العاصمة، فيها رعاية صحية أحسن نسبيا من غيرها، بس الطرق والمواصلات والبنية التحتية واقعة تحت المستوى بشكل واضح. والمدينة الرابعة هراري، عاصمة زيمبابوي، تعليمها كويس، ناسها متعلمة، بس مستشفياتها بقت مش قادرة توفر أبسط حاجة اسمها دواء. 4 مدن في 4 بلاد مختلفة، كل واحدة فيها ناس بتحلم بحياة عادية، مفيش كهرباء تنور بيهم بيتهم كل يوم، مفيش دواء يوصلهم وقت الضرورة، ومفيش أمان يضمن لهم إن بكرة هيبقى زي النهاردة. وإنت لو حسيت إن يومك تعبان، افتكر إن في ناس بتتمنى بس يعدي يومهم من غير خوف.